انك تعمل فويس او اوديو او ميوزك تجو فايرال والناس تستخدمها على الفيديوز بتاعتها، هي واحده من احسن الطرق انك تنتشر في الماركت. بس من اكتر الطرق اللي ملهاش بقى ستيبس تمشي عليها عشان تحقق. طريقه اسهل انك تخلي البابليك يتكلموا عنك، اعمل مسابقه. ولما تعمل مسابقه، تعمل مسابقه مره بجائزه كبيره قوي. ما تقولش انا هجرب اعمل مسابقات. لا، مش يعني لو عملت لكم مسابقه قلت لكم اللي هيكسب فيها هياخد ديسكاونت 50% على السيرفيس اللي انا ببيعها، ماشي. لكن لو قلت لكم مسابقه اللي هيكسب فيها هياخد السيرفيس بتاعتي فور فري لمده 10 سنين. لو قلت لكم هعمل مسابقه اللي هيكسب فيها هياخد بيتزا فور فري بقيه حياته. نسمع بقى يعني ذاتس فاين. هي دي المسابقات. تعمل مسابقه ليها جايزه ضخمه، لان المسابقه مبنيه على الجايزه بتاعتها. ساعتها البابليك هيتكلموا ويعملوا لك منشنز اند سو. خلاص. الانفلونسرز والريفيورز قصدت اخليهم في الاخر لان للاسف هم اول حاجه بتيجي في دماغ الناس. يعني ايه انفلونسر وايه الفرق بين الانفلونسر والريفيور؟ الانفلونسر هو شخص بينفلونس الماركت اللي حواليه. ازاي؟ الناس عامله له فولو كتير، الحاجات اللي بينزلها بتتشاف كتير. يفرق ايه عن الريفيور؟ الانفلونسر ممكن يبقى لايف ستايل انفلونسر، هو بيروح يجرب اكل، بيروح يجرب اماكن، بيخرج مع اصحابه، بيتكلم مع الناس، مش مهم. بينما الريفيور هو حد اندستري سبيسيفيك بيتكلم في توبيك معين بيقول رايه فيه. الفود ريفيورز هم ريفيورز، التكنولوجي ريفيورز، الجيمرز ريفيورز للجيمز او الحاجات اللي بيستخدموها. على مستوى شخصي دايما افضل اتعامل مع ريفيور مش انفلونسر. unless انت براند بتبيع للبابليك، مقسم السوق كذا سيجمنت، بس اولموست معاك كل الناس. اللي هو بقى مين يعني؟ فودافون، بيبسي، ماكدونالدز، الناس اللي بتبيع لناس كتير قوي. فكل رمضان هتلاقي عدد البراندز اللي بتعمل اعلانات مع ريفيورز بتزيد عن عدد البراندز اللي بتعمل اعلانات مع ممثلين، عشان هم ارخص بكتير. هي نفس الامباكت بس ارخص. يعني ادفع عليه في الممثل 20 30 مليون جنيه، وعمرو بيلا بيشتغل ب 40 50 الف جنيه. تمام. ات وركس يعني.